ما الرأي في بعض الدعاة الذين لا يدعون الناس إلى التوحيد، بل يدعون إلى حسن الخلق في أكثر دروسهم وخطبهم، ولو تكلموا في التوحيد فلا يحصل؟ هذه دعوة لا تفيد شيئا. هذه مثل الجسم الميت اللي ما فيه رأس. الجسم لما يقطع رأسه ما يبقى فيه فائدة. الدعوة التي ليس فيها توحيد مثل الجسم المقطوع الرأس، تعب بلا فائدة. فرضنا أنه حسنت أخلاقه، صدق وأكثر من الصلوات والصدقات، لكن عنده شرك، كلها تمحى ولا تقبل، كلها تمحى أعماله. فاللي يصحح الأعمال هو التوحيد، والذي يبطلها هو الشرك. ما يجب أن يتنبهوا لهذا. دعوة بلا توحيد كلا دعوة، بل إن الدعوة بلا توحيد عدمها أحسن من وجودها، لأنها تضلل الناس يظنون أنها حق. هي الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد، أنت تخالف الرسل، تبي منهج غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يمكن هذا. نعم، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويبدأ بالتوحيد. الأنبياء أول ما يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم نبينا بدأ بالتوحيد، دعا إلى التوحيد، فالبداية تكون بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا. نعم.